على الرغم من الإمكانيات المادية والطاقات البشرية التي يمتلكها العراق، إلا أن معضلة تدهور الأوضاع الخدمية ما زالت مستمرة، حيث تعاني أغلب المناطق السكنية في تكريت من تراكم الأوساخ، مما دفع بالمواطنين لرفع شكواهم للجهات المعنية عبر عدسة قناة سامراء الفضائية. حقيقة لم نرى أي دعم من الحكومة المركزية لمحافظة صلاح الدين، وذلك بسبب قلة الأموال التي تأتي من الحكومة المركزية. احنا بالنسبة لنا يعني كأبناء صلاح الدين لم نشاهد أي خدمات أي من ناحية البلدية، أما من ناحية الكهرباء أو من ناحية المشاريع الخدمية. حقيقة نتمنى من حكومة بغداد التوجه، أو على الأقل شيء حتى تكون مشاريع خدمية. صلاح الدين، محافظة صلاح الدين محافظة كبيرة، حقيقة عدد نازحين متواجدين بها كثيرة، نحتاج الدعم قوي ليس من الحكم فقط، إنما المنظمات والدول الخارجية دعم. التبليط هو من ايام قبل لحد الان تبليط، ما صار كل شيء. هذا الشارع اللي رابط بين تكريت والبعجين نفسه محفر ومكسر، وما اعرف انا السياسيين قاعد يباون عليه، ما قاعد اعرف يعني شلون، ولا هم صاعدين درع ما يباون يعني. ومن خلال رفع الشكوى المبينة من قبل مواطني قضاء تكريت، عزا قائم مقام تكريت أسباب تراكم النفايات إلى قلة التخصيصات المالية والكوادر والأموال لتغطية نشاطات البلدية كافة في عموم نواحي وأحياء المدينة، مما دفعهم لتشريع قانون الجباية. هو قلة التخصيصات المخصصة من الحكومة المركزية المتعلقة بباب التنظيفات لمحافظة صلاح الدين. هذا الباب كان يشمل أجور العمال وصيانة الآليات والوقود المخصص للآليات. اليوم هذا التخصيص قد فقد، وبالتالي مجلس القضاء وبلدية تكريت اقترحت هذا القانون وصوت عليه مجلس المحافظة، وبالتالي لتكون هذه الجباية لتوفير هذه الموارد المتعلقة بأجور العمال والوقود وبالآليات ووقود هذه الآليات. قلت الكوادر البلدية والأموال والآليات المخصصة لأغلب أقضية المحافظة عكست صورة سلبية لأبسط مقومات النظافة وتحسين البيئة من التلوث والقمامة التي أصبحت ترافق حياة المواطن في حياتهم اليومية. من مدينة تكريت، مصطفى الوحادي، قناة سامراء الفضائية.